كل الأركان، ولا فيه شبر من وطننا مطاوه، منه اتضح لي كيف للحب جنحان، لحلق يزيد السما من جماله، وزير جيش وللوطن درع وامان، ومنه تعلم كيف معنى البساله، وان الوطن نفديه بالروح من شان، يا من حرم مكه ودار الرساله، وان الوطن نفديه بالروح من شان، يا من حرم مكه ودار الرساله، وليشتكى شبر من اطماع عدوان، لبى بسيفه مع جنوبه شماله، وكل المناطق تقف بجنب جيزان، واللي نواها بشر فالشر فاله، وانولعت باطراف دخان نيران، من دون هدب الوطن مع رجاله، تلاحم بين المناطق وعنوان، ان جسد واحد ولكن مثاله، تلاحم شعوبك معك يا كحيلان، اثنى سفرك اللي صعيب احتماله، تلاحم بين المناطق وعنوان، حنا جسد واحد ولكن مثاله، تلاحم شعوبك معك يا كحيلان، اثنى سفرك اللي صعيب احتماله، عودتك غيث افراح والهم نكفان، عز لنا يبقى ويبطي زواله. الله يعطيك العافيه. صح لسانك يا مسعد. صح بدنك يا ابو صقر. نستمع الله لجنه التحكيم. سم. تفضل ابو ماجد. والله صح لسانك. صح بدنك ابو ماجد. جبت موضوع حدث جديد اللي هو اعتداء الحوثيين على الوطن، وهذا شيء أشكرك عليه، لأنه هذا الشيء مؤثر على نفوس الجميع، ولكن إن شاء الله ما لهم نصر، ما لهم من الخير بإذن الله إن شاء الله. الرحمن. وصح لسانك وأشكرك على المزيد. صح بدنك. بس أبو ماجد بس توضيح للجمهور، طبعا دخان هو الجبل اللي الآن صارت فيها أحداث، ما في حد السعودية ما يعرف. الحمد لله. كلنا قلوبنا مع جيزان. لا ما يعطيك العافيه. أقول أنك كونك جبت يعني بالحدث. أنا عارف مهم كل واحد جاء السعودية من كبير إلى صغير، وطلع أخبار كلها على شأنه، لكن إن شاء الله أنهم ما يصلون لغايتهم اللي يبغون. نعم شكرا ابو ماجد. يعطيك العافيه. تفضل ابو ممدوح. قصيدة رائعة يا مسعد، واعجبني الملاحظة اللي نوه عليها ابو ماجد، استغلالك للحدث في نفس القصيدة، ولا كنت اتوقع ان الشعراء منشغلين بتكملة الابيات. ما شاء الله عليك، انت متابع الجهتين، الاخبار والابيات. حنا وش لنا دماء الوطن يا بيض الله وجهك يا مسعد. حنا كلنا دماء الوطن. ما قصرت. شكرا جزيلا. شكرا يعطيك العافيه ابو ممدوح. تفضل ابو يزيد. والله الابيات رائعه، يعني زادها روعه مثل ما قال الزملاء، يعني التقاط الشاعر لهذا الحدث اللي يشغل الجميع، والحمد لله ان الوطن منتصر دائما بابنائه ورجاله في كل ميدان. جميله قصيده مسعد، جميله جدا، في الكثير من يعني مواطن الجمال فيها متعدده، تلاحم بين المناطق وعنوان حنا جسد واحد، ولكن مثاله تلاحم شعوبك معك يا كحيلان. يعني هنا تصدير جميل ورائع، ابدع الشاعر الى ابد الحمد لله. شكرا جزيلا. نستمع لراي ابو باسل وتحليله. تفضل. يعني طبعا انا اعتقد انه دائما الشعر مثل الرزق، يجيك احيانا الله يرزق الكلام وفكره في وقتها المناسب، والحلوي اعتقد انه الله رزقه وهذا المعنى، وهذا يعني احنا نقدر نسميها هذه قصيده ذكيه، وتميز فيها انه واكب الاحداث وطلعها من موضوعها الى ان اصبحت قصيده وطنيه، تحقق فيها انها تكون قصيده وطنيه. ايضا كان ذكي في ربط المواضيع، انتقاله من موضوع الى موضوع بشكل جيد جدا، يعني مفاجئ، وحافظ القصيده، يعني شفناه حط الورقه في جيبه والقى القصيده. فالمفردات المستخدمه جديده، يعني ما استخدمت في القصائد اللي فاتت اللي هي في القافيه. الموضوع جديد جدا وطازج.
الفكرة الوطنية موجودة وتكملة الأبيات موجودة، الانتقال من فكرة إلى فكرة موجودة جدا. قصيدة كبيرة. الله يوفقك. يستاهل نعم يستاهل. يعطيك العافية مسعد. السلام عليكم. يعطيك العافية. الشاعر مسعد بن غنام العفيش الحربي. أبو باسل قبل ما نطلع فاصل بشكل سريع الجولة الأولى كيف رأيك؟ بشكل عام. والله يا أخوي أنتم يعني اخترتوا 10، احنا نسميهم ال10 المبشرين بالجائزة إن شاء الله. يعني كلهم اتفقوا على أن مجرد مشاركتهم في الكلام عن صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز هو فوز بحد ذاته، وهذا مو كلام منابر نقوله ولا عشان أن الكاميرا تصورنا، هذا إحساسنا الحقيقي اللي احنا في بيوتنا نقوله. القصائد اللي قيلت نعم جميلة جدا. الحلو فيها أنه ربطت في بيتين أصبحت محك. احنا في الأيام اللي فاتت نعم أخوي مصقر أنتم كنتوا تعطون بيتين ويكملونها. نعم. كان المقياس صعب، ليش؟ لأن أنت تعطي مثلا هذا بيتين الخلف بن هذان وهذا بيتين الخازن فيصل، فصار المقياس صعب لأنه هذا الوزن يختلف وهذا المعنى يختلف. الآن الميزان واضح ومحدد، أقدر أنا أقيس أقول هذه القصيدة أفضل من هذه القصيدة بهذه الأشياء. الشيء الأخير اللي إحنا نقوله ومهم أنه الشاعر العظيم مو بالضرورة أنه يكتب قصيدة عظيمة، يعني ممكن يكونوا كلهم شعراء كبار، نعم. ولكن مو دائما الشاعر الكبير يكتب قصيدة كبيرة. صحيح. أيضا في شيء آخر أنه القصيدة الكبيرة لا تعني أنه هذا الشاعر كبير، ممكن يكون عنده قصيدة رائعة ولكن في عنده قصائد يعني بشكل عام مو شاعر كبير. أنا أسأل الله أن يوفقهم جميعا ويوفقكم أنتم يا قناة المرقم. شكرا يا أبو باسل، شكرا الله يعطيك العافية. أيضا